ممكن ليلة واحدة تغير حياتك للأبد. لحظة غريبة، صوت غامض، أو شخص مجهول يظهر في وقت ما تتوقعوش. القصص اللي هحكيها دلوقتي مش مجرد حكايات، دي مواقف حقيقية مرعبة حصلت لناس عاديين زي وزيك، لكن لحد النهاردة محدش لقالها تفسير واضح. استعد وخلي بالك، يمكن تلاقي نفسك مكانهم في أي لحظة. الحكاية الأولى. كنت قضيت كام يوم في اسكندرية بزور صحابي. أنا أصلي عايش في الأقصر، يعني مشوار سفر يوم بحاله. فآخر يوم ليا هناك صاحبي القديم خالد شاف ستوري ليا على الانستجرام وسألني همشي إمتى، فقلت له النهاردة. قال لي إنه عايش على بعد ساعة من اسكندرية، ودي كانت بصراحة في طريقي للبيت. بقالنا سنين ما تقابلناش، وكان نفسي نقعد مع بعض ونفتكر أيام زمان. قال لي إيه رأيك تعدي عليا؟ فقلت تمام، وإيه المشكلة؟ ظبطت الجي بي اس على عنوان خالد، وطلع المشوار حوالي ساعة ونص. كنا أصحاب قوي أيام المدرسة، بس الحياة شغلتنا بعد التخرج. كنا متابعين بعض على السوشيال ميديا، بس ما كناش بنتكلم بجد من سنين. لما وصلت لاحظت إن بيته شكله قديم شوية، مش متهالك، بس باين عليه عوامل الزمن. السلم الخشب عمل صوت خرفشة تحت رجلي. لما فتح الباب شميت ريحة خشب قديم كده، وريحة بيوت البلد اللي ليها تاريخ. خالد طبعا رحب بيا جدا وحضني جامد ودخلني. في صداقات كده بتفضل نقية مهما مر عليها الوقت. البيت من جوه كان على قد ما هو قديم، على قد ما كان مريح. الأثاث كان شكله بتاع السبعينات كده، وكل خطوة على الأرض الخشب كنت بسمع صوت تزييق خفيف. كان في سحر كده، كأن الواحد رجع بالزمن لورا. قعدنا في الصالون وبدأنا نحكي عن اللي حصل في حياتنا. كانت الساعة حوالي 5 العصر. قعدنا نتكلم كتير قوي، الوقت عدى زي الهوا من كتر ما كنا مستمتعين بالحديث. في الآخر سألني السؤال اللي كنت متوقعه: يا عم مشوار سفرك طويل، ما تخليك هنا لحد الصبح وتنام. أنا ترددت شوية، بس هو كان عنده حق. ما كنتش جاهز أسوق بعد كل القعدة دي. فقلت له والله فكرة كويسة. سألته هنام على الكنبة دي؟ قال لي لا، عندي أوضة ضيوف بسيطة بس أحسن من الكنبة. وده كان كفاية بالنسبة لي. طلبنا أكلة كشري ديليفري، وبعد شوية وداني على أوضة الضيوف. ما ركزتش في تفاصيل الأوضة عشان كنت خلاص فصلت من الكلام واليوم الطويل. بس فاكر إن الهوا في الأوضة كان راكد، كأن الأوضة دي ما اتفتحتش بقالها كتير. يا دوب لحقت استوعب اللي حواليا ورميت نفسي على السرير. كنت مرهق تماما. في نص الليل صحيت، حلقي ناشف وراسي بتلف. الأوضة كانت ضلمة، ما عدا شوية نور قمر داخل من الشباك. هنا شفتها في زاوية بعيدة في الأوضة، على باب الدولاب كان في حاجة متعلقة. في الأول افتكرته بلطو أسود طويل متعلق على شماعة، بس لما عيني اتعودت على الضلمة حسيت إن الشكل غريب. كان الجزء اللي فوق عريض زي الاكتاف، وطريقة تعليقه ما كانتش شبه القماش، كانت أشبه بخيال أو طيف. قلبي بدأ يدق جامد. أنا ما افتكرتش إني شفت ده لما دخلت الأوضة، بس كنت تعبان وقتها، يمكن ما لاحظتش. قلبت جسمي الناحية التانية وحاولت أقول لنفسي ده مجرد بلطو مش أكتر، بس ما قدرتش. رجعت بصيت تاني، لسه موجود. غمضت عيني بعمق وأخدت نفس بالعافية وأجبرت نفسي على النوم. معرفتش نمت قد إيه قبل ما أصحى تاني. المرة دي مش بس عشان كنت مش مرتاح، لكن عشان سمعت صوت خطوات بطيئة وخفيفة، كأن حد ماشي بالراحة على أرض خشب قديمة. عيني اتفتحت فجأة. الأوضة كانت منورة شوية، الفجر بدأ يطلع. لفيت راسي ناحية الزاوية ولقيت بطني وجعتني من الخضة. البلطو كان اختفى. قمت بسرعة وراسي بتلف وجسمي كله بيتهز من الخوف. دورت بعيني في الأوضة كلها وقلبي بيدق زي الطبل. مفيش حاجة في الزاوية، باب الدولاب فاضي. رميت الغطا وجريت على أوضة خالد. كان نايم ومش حاسس باللي بيحصل لي. صحيته بالعافية.
كان متلخبط جدا ومش فاهم إيه اللي بيحصل. البلطو، قلت وأنا باخد نفسي بصعوبة، اللي كان متعلق على الدولاب في أوضة الضيوف. بصلي وهو مش فاهم. بلطو إيه؟ قلت له البلطو الأسود الطويل اللي كان متعلق على الدولاب، كان شكله زي خيال حد واقف. خالد قعد وبدأ يركز. أنا ما عنديش بلطو طويل، ولا عندي شماعة في الأوضة دي أصلا يا عم. بصيت له مصدوم، مستني يقول إنه بيهزر، بس وشه كان جاد. قلت له تعالى شوف. اتنهد، بس قام ورايا على أوضة الضيوف. شاورت له على المكان بالظبط، كان هنا. خالد هرش في راسه وسألني لو أنا متأكد إني ما كنتش بحلم، بس أنا أصريت. أنا عارف شفت إيه. صوتي كان مهزوز شوية. صحيت لقيته، وبعدين صحيت تاني لقيته اختفى. وقفنا في الأوضة كام دقيقة، وسكوت غريب خيم علينا احنا الاتنين. خالد في الآخر هز راسه وقال إن لازم ندور في البيت كله احتياطي. دورنا في كل أوضة، كل دولاب، كل زاوية. مفيش أي حاجة، مفيش أي علامات لدخول غريب، مفيش بلطو غريب متعلق في أي حتة. في الآخر خالد حاول يقنعني إن ممكن يكون بسبب التعب، أو إني كنت في حالة بين الحلم والصحيان وشفت حاجات مش حقيقية. كنت عايز أصدقه بجد، مش عايز أفكر في الاحتمال التاني. أول ما الشمس طلعت خالص لميت حاجتي وودعت خالد ومشيت. حسيت بالذنب إني سايبه لوحده بعد اللي حصل. طول الطريق وأنا راجع الأقصر دماغي كانت بتفكر في اللحظة دي، إني بصحى على خيال شبه بلطو واقف بيبص عليا من الزاوية، وإزاي اختفى الصبح. يمكن خالد عمل فيا مقلب سخيف، بس هو لحد دلوقتي ما اعترفش بأي حاجة، فبستبعد ده. أو يمكن كان في حد في البيت ده شافني وأنا نايم وقرر يمشي قبل الصبح. اللي حصل في البيت ده بيخلي الواحد يفكر. ساعات الرعب بيظهر وانت في مكان المفروض يكون آمن، وساعات تانية بيطاردك وانت وسط الطبيعة. وهو ده اللي حصل في القصة التانية في محمية وادي دجلة. القصة دي حصلت لي وأنا عندي 18 سنة. كنت مسافرة مع أهلي وصاحبتي هبة. كانت في رحلة سفر على طريق القاهرة العين السخنة. أنا وأهلي وهبة كنا رايحين نصيف، وكنا مسافرين 5 ساعات بالعربية. كانت خطتنا نروح ملاهي ونبات في كامب، بس ما كناش حجزنا. وصلنا بالليل للمدينة اللي فيها الملاهي، بس كنا هنروح الملاهي تاني يوم، فكنا محتاجين مكان ننام فيه الليلة دي. كنا جايبين معانا خيم في العربية. بابا دور على الإنترنت على أي كامب قريب، لقى واحد شكله كويس وقريب، بس لما كلمهم للأسف كان اليوم ده في ماتش كورة مهم، والكامب كان محجوز بالكامل عشان ما حجزناش من بدري. بابا اتصل بأماكن كتير بس معرفناش نلاقي أي كامب سعرها معقول وقريب من الملاهي. الخيار الوحيد كان إننا نلاقي مكان نخيم فيه في الطبيعة. ظبطنا الجي بي اس على أقرب مكان ركن في محمية وادي دجلة عشان ما ناخدش مخالفة. في الآخر لقينا مكان في المحمية. لما وصلنا كان في كام واحد كده ماشيين. سألنا واحدة كانت بتتمشى لو عادي نحط الخيم هنا ولو المكان آمن. قالت لنا مكان كويس للنوم ومحدش بيعمل محاضر ركن. بناء على كلامها قررنا ننام في مكان ركن صغير كده كله زلط، وكنا محاطين بالغابة والصحراء. كان على بعد 10 دقايق ماشي في بحيرة صغيرة. كنا فكرنا نحط الخيم عند البحيرة، بس حاجة جوايا قالت لي بلاش. لما نزلنا من العربية عشان ننصب الخيم لاحظت عربية وحيدة مركونة بعيد في الباركينج. كانت شكلها متبهدل ومفيش حد جواها. استغربت عشان الدنيا ليل ومفيش ناس بتتمشى أو بتعمل هايكينج، بس مركزتش في الموضوع. ساعدت أهلي يركبوا الخيم. هم ناموا في خيمة وأنا وهبة نمنا في خيمة تانية وكانوا جنب بعض. بعد مجهود في تركيب الخيم خلصنا. أنا وهبة روقنا الخيمة بتاعتنا وقعدنا نتفرج على اليوتيوب وناكل تسالي. كانت الساعة حوالي 11 بالليل. كنا عايزين ننام بدري عشان ما نتعبش تاني يوم. بعد شوية حوالي الساعة 12 بالليل قررنا ننام. أهلي كانوا ناموا في خيمتهم. أنا وهبة كنا بنتفرج على فيديوهات، وفجأة سمعنا صوت في الباركينج. كان صوت حاجة معدن بتترمي على الزلط. إحنا الاتنين اتخضينا وسألنا بعض إيه ده؟ كنا خايفين نبص من شباك الخيمة، فقررنا نسكت ونسمع. الصوت كان جاي من نفس اتجاه العربية المهجورة.
بعد كده سمعت صوت حاجة، أعتقد إنه الكوريك بيترمي في شنطة العربية، وبعدين صوت قفل الشنطة وهي بتترزع. قعدنا ساكتين وقلوبنا بتدق. بعد كده سمعنا صوت العربية وهي بتجري بسرعة كأن حد عايز يهرب. بعت رسالة لصاحبتي في مدينة قريبة وقلت لها إحنا فين بالظبط. ردت عليا وحذرتني إن البحيرة اللي جنبنا دي سمعتها مش كويسة وفيها عصابات بتعمل شغل مش قانوني هناك. إحنا ما كناش نعرف أي حاجة عن ده خالص. لما قريت رسالة صاحبتي حسيت ببرودة في جسمي وقلق شديد. مرت حوالي 10 دقايق في صمت بعد ما العربية مشيت. أنا وهبة كنا بدأنا نهدى شوية لما فجأة سمعنا أعلى وأبشع صرخة راجل جاية من الغابة. اتجمدنا من الرعب. بعت رسالة لماما فوراً وقلت لها إننا سمعنا صرخة عالية. لما ما ردتش كلمتها عشان أصحيها. ردت وقالت إن هي وبابا ما سمعوش أي حاجة. طمنتني إن الموضوع أكيد مش حاجة مهمة، بس في اللحظة دي ما قدرتش أفكر في أي سبب طبيعي إن حد يصرخ بالشكل ده. أنا وهبة زحفنا على البطاطين مرعوبين مش عارفين إيه اللي بيحصل. كل دقيقة كانت بتمر كأنها ساعة. كنا خايفين ننام رغم إن الساعة كانت عدت 12 بالليل. فجأة كل حاجة بقت هادية بشكل مخيف. بعدها دمي اتجمد في عروقي. سمعت خطوات. حد كان ماشي حوالين الخيم بتاعتنا بيتحرك بالراحة. أنا وهبة قعدنا متخشبين من الخوف. طفيت موبايلي عشان نوره ما يبينش الخيمة. قلبي كان دقاته سريعة وكنت سامعة دقاته. مفيش أي سبب منطقي إن حد يكون ماشي حوالين خيامنا في نص الليل في مكان زي ده. الخطوات مشيت حوالين خيمتنا الأول، وبعدين راحت ناحية خيمة أهلي، وبعدين لفت حوالين العربية بتاعتنا اللي كانت مركونة جنبنا. الشخص ده وقف وبص على الخيم بتاعتنا للحظة. كان في صمت تام. بعد كده سمعت نفس العربية اللي مشيت قبل كده وهي بترجع. نور كشافتها نور على الخيم، وأنا وهبة نزلنا بسرعة على الأرض عشان ما يشوفوناش. أنا اتشجعت وبصيت بسرعة من شباك الخيمة الصغير. شفت باب العربية بيترزع قبل ما العربية تجري بسرعة تاني. حسيت براحة مؤقتة لما الشخص ده مشي من المكان. شفت الطريق اللي العربية مشيت فيه. بعدها ب5 دقايق شفت عربية تانية جاية بسرعة. كانت عربية بوليس بتجري في نفس الاتجاه اللي العربية التانية راحت فيه. مفيش أي حاجة تانية حصلت بعد كده. أنا وهبة كنا لسه مرعوبين، فقررنا نقعد في العربية المقفولة عشان نحس بأمان أكتر. فضلت صاحية لحد حوالي 5 الصبح براقب الغابة، وهبة نامت جنبي في الآخر. بعد حوالي ساعة رجعنا الخيمة، ومن كتر الإرهاق نمنا أخيراً. صحينا حوالي 9 الصبح وكنا منهكين تماماً. حكيت لماما كل اللي حصل، وهي قالت لي إنها هي كمان سمعت الخطوات، بس لما الشخص كان جنب خيمتهم سمعت كمان صوت أنفاس تقيلة زي اللي بتسمعها في أفلام الرعب. هي كمان كانت مرعوبة، بس بابا كان نايم طول الوقت فاحتاجنا نحكي له القصة. من غير تفكير لمينا حاجتنا في الخيمة بسرعة، وكنا حريصين إننا نمشي في أسرع وقت ممكن. بالرغم من الليلة المرعبة قضينا وقت كويس في الملاهي بعد كده. بس في نفس اليوم بالليل قررت أبحث عن الغابة اللي خيمنا فيها. اللي لقيته خلاني أحس بالغثيان. قبل زيارتنا بوقت قليل كان في راجل اتقتل هناك بالسكينة بسبب مشكلة عصابات. والأكثر رعباً في 2 اختفوا من نفس البحيرة دي ومحدش لقاهم لحد دلوقتي. ما قدرتش أوقف تفكير. يا ترى مين كان الشخص اللي بيلف حوالين الخيم بتاعتنا؟ يا ترى كان بيشوف فيه شهود موجودين ولا لأ؟ يا ترى كنا في خطر كبير وما كناش عارفين؟ حتى دلوقتي لسه بفكر في الليلة دي. مين اللي صرخ الصرخة المرعبة دي؟ وليه كان في حد بيستخدم كوريك في نص الليل في الغابة؟ والبوليس كانوا بيطاردوا ايه بالظبط؟ أعتقد مش هعرف أبداً. لكن الرعب مش دايماً بيجي من الغابة أو من بره البيت. أوقات كتير بيجي من جوه بيتك نفسه، من مكان المفروض يكون أكتر مكان آمن ليك.
وده اللي هتشوفوه دلوقتي في قصة بيت فيصل. دي قصة لسه بتطاردني كل ما افتكرها، بالرغم من إني كنت صغيرة قوي لما حصلت. سن 6 سنين هو السن اللي فيه معظم ذكريات طفولتي بدأت تبقى واضحة. عندي أخ واحد أكبر مني اسمه أحمد. أحمد أكبر مني بسنتين، يعني كان عنده 8 سنين وأنا 6. كان عندي ميعاد نوم صارم الساعة 8:30 بالليل. لو ما التزمناش بيه أو بابا شاف حد فينا صاحي بعد الميعاد كانت هتبقى مشكلة كبيرة. بابا كان شديد علينا وإحنا صغيرين. مش فاكرة بالظبط إذا كانت ليلة مدرسة ولا لأ، بس صحيت في نص الليل على أحمد وهو بيصحيني بالهز. أنا وأحمد كنا بنتشارك أوضة نوم كبيرة في الدور اللي فوق في البيت. أوضة ماما وبابا كانت في الدور الأرضي. كنت متلخبطة ليه أحمد بيصحيني، لحد ما قال لي بهمس اسكتي واسمعي، وسمعت اللي هو كان قصده عليه. كان صوت ماما بتنادي علينا من تحت، بس بهمس خفيف قوي. كنت هقوم عشان أرد على ماما، بس أخويا قال لي ما قومش. قال لي إنه مش متأكد إن دي ماما. قلت له بطل تخوفني، فاكرة إني كنت متعصبة منه قوي. قال لي قربي من الباب واسمعي. فقمت وقربت من باب الأوضة. قدام باب أوضتنا بالظبط كان في طرقة صغيرة بتوصل للحمام، وأوضة تانية كانت بتنام فيها تيتا لما كانت بتزورنا. على طول يمين باب أوضتنا كان السلم اللي بينزل للدور الأرضي، وكان ليه باب كمان. لزقت ودني على باب الأوضة وسمعت الصوت أوضح. كان شبه صوت ماما وهي بتنادي علينا أحمد، محمد. قلت لأحمد دي ماما، وهو قال لا مش هي. بشكل ما أنا كطفل عنده 6 سنين والأخ الأصغر كنت أنا اللي عندي الجرأة أفتح باب الأوضة واسمع من عند باب السلم. بس ساعتها الصوت وقف. قلت لأحمد إن ماما مشيت، وقرر هو تاني مش هي. فضلت أقول له يسكت وإنه بيخوفني. فتحت قفل باب السلم وفتحته بالراحة عشان ما عملش صوت. ولما الباب اتفتح كفاية بصيت من الفتحة. في آخر السلم تحت كان في بوضوح خيال شخص واقف شكله ست، بس على طول عرفت إن دي مش ماما. الشخص ده شافني وسمعتها بتقول أهلا يا حبيبي انزل بسرعة. قفلت الباب بسرعة وقفلته بالمفتاح وجريت على أوضتنا وقفلت بابها كمان. بدأت أعيط وأحمد عمال يقول أنا قلتلك. اتفقنا إننا نصرخ بأعلى صوت ونخبط على الأرض عشان نصحي أهالينا. عدينا ال3 بدأنا نخبط ونصرخ بأعلى صوت عندنا. ما خدناش وقت طويل لحد ما أهلي جريوا على السلم وخبطوا على الباب المقفول. بابا في الأول كان غضبان إن الباب مقفول، بس أول ما سمحنا لهم يدخلوا شافوا إني كنت بعيط، وإحنا الاتنين كنا مرعوبين بجد من حاجة. سمعوا كلامنا. ماما كانت قلقانة جدا بالذات، وقالت إنها ما كانتش تحت السلم وما كانتش بتنادي علينا. سألتنا الست دي كان شكلها إيه، بس كل اللي قدرنا نقوله إننا ما عرفناش نشوف تفاصيل. في نفس الوقت فاكر إن بابا نزل يجري تحت عشان يفتش على الست دي. بعد شوية ماما بستنا وقالت لنا تصبحوا على خير، وأنا متأكد إنها قالت لنا نقفل الأبواب بالمفتاح، ودي كانت أول مرة. كنت صغير قوي وما فهمتش ساعتها، بس واضح إن أهلي عارفين بالظبط مين اللي ممكن تكون دي. أنا وأحمد بصينا من الشباك لما سمعنا جرس الباب بعد شوية، وشوفنا عربية بوليس بره. كنا عايزين ننزل بس قعدنا في مكاننا. فاكر إننا فضلنا نترجى أهالينا يقولوا لنا مين دي وإيه اللي حصل، بس كانوا دايما بيردوا إنهم مش عارفين، وكانوا بيقولوا إنهم فخورين بينا إننا منزلناش. أنا شخصيا أعتقد إنهم كانوا عارفين مين دي، وعشان يحمونا من أي صدمة أو خوف تاني ما قالولناش الحقيقة، لأن آخر مرة سألتهم وأنا بتعشى معاهم لسه بيبعدوا الموضوع وبيقولوا مجرد حد غريب. بس ده ما يفسرش إزاي الست دي كانت عارفة أسمائنا. ولو كنت فاكر إن الرعب مقتصر على البيوت القديمة أو الأماكن المهجورة، يبقى لازم تسمع القصة الأخيرة. رعب بيطاردك في الشوارع، في وسط الزحمة، في مكان الكل فاكر إنه مأمون، في المعادي. القصة دي حصلت وأنا عندي 16 سنة، كنت لسه في ثانوي.
وطبعا ما كانش عندي عربية، فكنت يا إما تحت رحمة أهلي يسوقوا بيا، يا إما بمشي لو المكان قريب. كانت عطلة نهاية الأسبوع. صاحبتي نورة كانت عاملة عزومة لكام واحدة من صحابنا عشان أهلها ما كانوش في البيت. ماما وصلتني لحد بيتها. نورة كانت عايشة قريب، حوالي 3 دقايق بالعربية و20 دقيقة مشي. ماما كانت سنجل في الوقت ده، وكانت بتحب تخرج هي كمان، فقالت لي لو اتأخرت أرجع مشي أو أركب مع حد، وده معناه إنها كانت خارجة في موعد غرامي. كام واحدة من صحباتنا كانوا في بيت نورة، دينا، مريم، وياسمين. قعدنا إحنا ال5 في الجنينة بتاعتها كام ساعة، لحد ما كام ولد من مدرستنا ظهروا فجأة. قصدي نورة ما قالتليش إنها عزمتهم. السبب اللي خلاني أتضايق إن واحد من الأولاد اللي موجودين كان في بيني وبينه حوارات سخيفة زمان، وما كنتش عايز أشوفه. نورة كانت فاكرة إنها بتعمل حاجة لطيفة وبتتصرف بذكاء، إنها عزمته من ورايا عشان هي عايزاني أنا وهو نتصالح لسبب ما. الموقف كله كان محرج، كان في 4 ولاد و5 بنات أنا منهم. ففي الآخر قررت إني مش مرتاحة، فبعد شوية مشيت. أنا متأكدة إن الباقيين بدأوا يمشوا بعدي بشوية عشان الوقت كان متأخر، بس أنا ما كنتش عايزة أقعد حوالين الولاد دول. أكدت على نورة قد إيه أنا متضايقة منها في رسالة وأنا ماشية، وهي عمالة تقول يا لهوي ارجعي، اعتذرت لي وسامحتها، بس كنت عايزة أروح البيت. مشيت حوالي 5 دقايق لحد ما بطأت المشي. حسيت إني سمعت خطوات ورايا، ولما بطأت اتأكدت إني سمعت خطوات غير خطواتي. بصيت ورايا، كان في راجل في نص عمره لابس كاب على راسه وحاطط إيده في جيب الجاكيت بتاعه. كان مبتسم وباصص عليا وقال إزيك يا قمر؟ رديت أهلا، ولفيت وكملت مشي. كنا في منطقة سكنية والناس بتمشي عادي حتى لو الوقت متأخر، فما استغربتش. مرت 5 دقايق كمان وأنا ماشي، وكل ما كنت ببص حواليا كان الراجل ده لسه ورايا بنفس المسافة تقريبا، يمكن بيقرب كل مرة أبص فيها. الطريق للبيت ما كانش سهل، كان لازم ألف كام لفة في شوارع متقاطعة عشان أوصل، وكل لفة كنت بلفها كان لسه ورايا. كنت ببعت رسايل لصحباتي عن الموضوع، وبعدين الراجل اللي ورايا قال الجو جميل قوي الليلة دي مش كده؟ رديت وبس. بدأت أمشي أسرع شوية، بس مش بسرعة تلفت الانتباه وتخليه يشك إني بهرب. الراجل اتكلم تاني، وكل مرة كان بيفتح بقه كنت بموت من جوايا أكتر. ليه بيكلمني؟ ليه ماشي ورايا؟ سأل انتي من سكان المنطقة دي؟ رديت لأ، وكانت إجابتي مختصرة وقوية. الراجل ضحك. بدأت أطلب المساعدة من كل صحباتي عشان يبعتوا واحد من الولاد يجي يوصلني، والمفارقة الولد اللي كنت بحاول أتهرب منه هو اللي كان في طريقه عشان يوصلني. هنسميه طارق. بعد كده الراجل اللي ورايا قال حاجة غيرت كل تفكيري. أنا مش هأذيكي، انتي ساكنة جنب مدرسة الأطفال صح؟ أنا لفيت ناحيته وهو واقف مكانه لسه مبتسم، بس ابتسامته دلوقتي كانت كدابة وأكتر شر. صرخت سيبني لوحدي، وبدأت أجري. سمعت الراجل بيجري ورايا وبيحاول يلحقني. في اللحظة دي كنت حاسة إن حياتي في خطر، فبدأت أصرخ بأعلى صوت عندي الحقوني عشان كل الناس في البيوت تصحى. الراجل قلع القناع اللطيف بتاعه وقال اخرس يا. صراخاتي أكيد خوفته عشان هو طبعا مش عايز شهود يطلعوا من بيوتهم. جرى بعيد واختفى في الضلمة، وشفت كام نور في البيوت اللي حواليا بدأ ينور. راجل ومراته طلعوا من بيتهم، وشرحت لهم إني كنت على وشك إني أتخطف. فضلت واقفة قدام بيتهم لحد ما طارق وصل ياخدني. وصلني لحد البيت، كان مشوار دقيقة واحدة بس بالعربية من المكان اللي كنت فيه. ماما ما كانتش في البيت، كانت خارجة وما بتردش على رسايلي. ما كنتش عايزة أفضل لوحدي، فعزمت طارق يقضي الليلة. أنا عارفة إنه كان أسعد إنسان في الدنيا، بس القصة ما خلصتش هنا. كنا سهرانين بنتكلم وبنفتكر أيام زمان لما سمعنا خطوات بتلف حوالين البيت. أوضتي في البيت ده كانت في الدور اللي فوق وبتبص على الجنينة الخلفية.
سمعنا الصوت باب الجنينة وهو بيتفتح. ماما مستحيل تدخل من الجنينة، فالموضوع كان غريب. أنا مسكت نفسي بالعافية وما صرختش، وبدل كده أنا وطارق بصينا من الشباك، ما سمعناش أي أصوات تاني. كنا متوقعين نشوف حد ماشي في الجنينة، بس بدل كده سمعنا صوت راجل بيقول: أنا شايفكوا فوق. أنا صرخت بصوت عالي وبعدت عن الشباك. طارق صرخ فيه: هنتصل بالبوليس يا مجنون. وده بالظبط اللي عملناه. حقيقة إن الراجل ده عرف مكاني وعرف مين أنا، وإنه ممكن يكون عرف إني كنت رايحة عند نورة، حاجة مرعبة. طارق اتكلم مع البوليس كتير. كنت ممتنة له إنه بيحاول يكون الراجل اللي بيتصرف في الموقف ده. أنا كنت سعيدة جدا إنه دخل البيت معايا. البوليس وصل ووجودهم خلاني أحس بالأمان أكتر. حتى مجرد إني أوصف لهم الراجل ده حسسني إني عملت حاجة. ماما وصلت بعد شوية وكانت مرعوبة زيي بالظبط. البوليس ساب العربية مركونة في الشارع كام ساعة عشان ما يرجعش الراجل ده تاني. الحمد لله من ساعتها ما بقيتش أمشي لوحدي بالليل خالص. بقيت خايفة أدخل الجنينة الخلفية بعد كده. ماما خلت خالي يجي يركب لنا نظام كاميرات مراقبة كامل. هو مركزش في إنه يخفيهم، بالعكس خلاهم باينين عشان يخوفوا الراجل ده وأي حد تاني ممكن يجي للبيت. أنا سعيدة إني بقول إن القصة خلصت هنا، لأن الحادثة دي خلت ماما تبيع البيت ده بعد سنة تقريباً، لمجرد إنها كرهت تشوفني عايشة في خوف مستمر فيه. يمكن تكون القصص دي غريبة أو مرعبة بالنسبة لينا، بس اللي عاشوها متأكدين إنها كانت حقيقية. الليلة الغامضة في بيت قديم، صرخة في قلب الصحراء، همسات بتنده عليك في عز الليل، أو حتى شخص غريب يقرر يطاردك في الشارع. كل موقف منهم بيأكد إن الرعب مش لازم يبقى أشباح أو جن. ساعات أبسط التفاصيل أو نظرة من شخص مجهول كافية تخليك ما تنساش الليلة دي طول عمرك. قولولي في التعليقات إيه أكتر قصة خوفتكوا، وهل عمركم عشتوا موقف شبه ده؟